بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. توكلنا على الله. نبتدي السيشن بتاع النهارده. العنوان بتاعه ذا باك بون اوف هيلث كير سيستم. هكلمكم النهارده عن زي ما بحب اطلق عليهم هي انوفيتيف كارير باثز. تمام. حاجات بره الصندوق عشان انت كراجل صيدلي اكيد عجنت وخبزت التراديشنال كاريرز للصيادله. فانا جاي اكلمك عن انوفيتيف باث ويز انت ممكن تسلكها كراجل صيدلي، وهي انوفيتيف ليه؟ لانها جديده. وانا النهارده بمثل نفسي كميديكال سكرايب بقالي سنتين، وبمثل انوفيتيف في وورك سولوشنز اللي هي الشركه اللي انا بشتغل فيها حاليا از تيم ليدر. فان شاء الله النهارده المحاضره دي تبقى مفيده ليكم وتفتح عينيكم على مجال جديد، وتستمتعوا النهارده معايا ان شاء الله. بخيف عليكم. اعرفكم بنفسي مبدئيا عشان خاطر اللي بيقابلني لاول مره. عبد الرحمن مصطفى المحمدي، خريج صيدله عين شمس. النظام القديم مش النظام الجديد بتاعكم اللي هو الست سنين، خرجنا احنا على النظام القديم بتاعه اللي هو الفارما بي. حاليا انا اوبريشنال تيم ليدر في انوفيتيف ورك سولوشنز، ده الشغل الفول تايم الاساسي بتاعي من دلوقتي لسنتين فاتوا. وهنيجي قدام نتكلم عن الرول اللي انا بشتغله وهتفهموا القصه كلها. ده عنوان محاضرتنا يعني. برضو از سايد جوب حاليا، ولكن كان في مرحله من المراحل هو الشغل الاساسي ليا. انا عندي خبره 4 سنين في التدريس المواد الطبيه لطلبه صيدله وخريجين صيدله. اشتغلت تقريبا اكثر مع 500 صيدلي او 600 صيدلي، وبيزيدوا مع الوقت في مواد زي فارماكولوجي، زي فارماكوناتكس، زي ستيتكس، اندستريال. اشتغلنا مواد كتير قوي مع بعض ومع جامعات كتير، عين شمس، الملك سلمان، جامعه الصينيه، يعني في حتى جامعات هيليوبلس اشتغلت مع جامعه، وحتى غير الصيدله اشتغلت مع اسنان وبايوتكنولوجي. اشتغلت الحمد لله مع طلبه كتير، وخدت الكارير بتاعي او الشغل بتاعي في تدريس المواد الطبيه في منطقه مور بروفيشنال لما بقيت سيرتيفايد من المجلس الصحي المصري ووزاره الصحه في تي او تي ترينر اوف ترينرز في تدريس المواد الطبيه لطلبه المواد الطبيه. برضو بقدم محتوى طبي ممكن يكون بعض منكم قبله وتحت اسم صيدلي من الناس، وبقدم محتوى للصيادله مجاني، اللي هو جزء من المحاضرات اللي انا بشرحها في الكورسات البروفيشنال بتاعتي، بقدمها بشكل مجاني تماما على قناه اليوتيوب فارما فايبس. ففي مجال اليوتيوب ومجال التدريس انا برضو في بقالي 4 سنين او اكتر بفضل ربنا. في قناتين دلوقتي، قناه صيدلي من الناس فيها 5000 مشترك، وقناه فارما فايبس اللي هي الصيادله بس فيها 1000 مشترك. طبعا الحاجات دي كلها هايبر لينكس، لما ابعت لكم ان شاء الله المحاضره تقدروا تخشوا على القناتين. ده بارت تايم جوب وهو بابليك ريليشنز في نوبيت لابس، برضه تقدروا تخشوا على نوبيت لابس. هو هوم ميد براند للكوزماتكس، بشتغل فيه مع اخويا الصيدلي واختي. هوم ميد كوزماتكس بقى لنا فيه حوالي دلوقتي 5 او 6 سنين. انا ماسك البابليك ريليشنز بتاعتهم، وكنت في مرحله من مراحل فورميليتور مع اخويا الكبير، ماجستير فارماسيوتكس جامعه القاهره، وبيحضر دكتوراه حاليا. فكنت في مرحله ما فورميليتور معاه وبنشتغل بايدينا يعني. حاليا انا ماسك له حته الماركتنج والبابليك ريليشنز بس. فبرضه ده هايبر لينك، تخش على نوبيت لابس وتشوفوا الحاجات اللي بتنزل فيه. واكس لاب سبيشالست في جويك اللي هي جنرال اورجانيزيشن فور امبورت اند اكسبورت كنترول، اللي هي هيئه الرقابه على الصادرات والواردات. كنت على جهاز اتش بي ال سي دايود اري، بنشوف الاكل اللي داخل واللي خارج من مصر وبنطبق عليه المعايير ونشوف يصلح ولا ما يصلحش، والكلام اللي قلبك ده الشغل كان الشغل الحكومي بتاعي يعني قبل ما اترك الوظيفه الحكوميه خالص. ليه السلايد تعمدت احط لك فيها كل حاجه بعملها؟ عشان خاطر الوينتر ويك ده الهدف بتاعه ان انت تعرف الكاريرز ايه اللي ممكن اعمله كصيدلي، مش تفاخرا على قد ما انا بقول لك ان انا مش خريج دفعات قديمه، انا مش عجوز، انا راجل خريج بقالي 4 سنين. فبفهمك ان انت ممكن في خلال المده دي تعمل حاجات كتير وتستبلش حاجات كتير، والحاجه الصغيره اللي انت شايفها صغيره دلوقتي لما تبدا فيها ويعدي عليها مده من الزمن تلاقيها بقت معاك حاجه كويسه تقدر تحكي عنها وتتكلم عنها بعد 3 و4 سنين قدام. فالتقديم اللي انا بقدمه لك لنفسي ده مش في 10 ولا في 20 سنه، ده في مده بسيطه، ولسه الجايات كتير. ويا ترى السيشن دي لما اشرحها كمان 10 سنين ولا 15 سنه تتملي على كام سلايد؟ ان انت دائما ابدا ما تقفش عند حاجه معينه، ما تقفش عند نظره معينه ويبقى السكوب بتاعك حاجه ضيقه 2 او 3 كاريرز. لا، الدنيا قدامك مفتوحه. والعصر اللي احنا فيه ده لو انت مش شايف ان الدنيا مفتوحه فانت في عندك مشكله. خلونا نبتدي كده على بركه الله ونخش في صلب المحاضره بتاعتنا. هكلمك يا صديقي عن حاجه اسمها الميديكال سكرايب. بس قبل ما اكلمك عن الميديكال سكرايبنج لازم افهمك ان احنا بنتكلم عن هيلث كير سيستم مختلف شويتين عن اللي موجود في مصر. هتقول لي ازاي يعني؟ انت هتصفرنا يعني يا دكتور؟ لا، مش هصفرك، انت هتشتغل فيه من وانت قاعد في بيتك عادي، او من وانت في مصر هنا. بس انت مش بتشتغل في الهيلث كير. امال انا بشتغل فين؟ بشتغل في الهيلث كير الامريكي ايا يكن، بس في هيلث كير تاني اكثر تنظيما واكثر تطورا من الهيلث كير المصري. الهيلث كير بره بيبقى مختلف شويتين عن الهيلث كير هنا. الهيلث كير بره هناك الدنيا التكنولوجي داخله فيه بشكل كبير قوي، والديجيتال انفايرمنت هي الاكثر وهي الاكثر انتشارا في الموضوع. فكره الورقه والقلم والدفاتر والكلام دي منتهيه عندهم بقى لها حبه. ناس هناك مخليين كل حاجه سيستماتيك، وفي برامج وفي سيستمات، والدنيا الدكتور بيكشف على المريض، المريض ما بيدفعش حاجه، التامين بتاعه هو اللي بيدفع، سواء التامين بتاع الدوله او التامين بتاع الخاص. دار المسنين او دار الرعايه اللي هو قاعد فيها هي اللي بتحاسب التامين بتاعه وما الى ذلك. فاذا الموضوع هناك في سيستم معقد مختلف شويتين عن الموجود هنا في مصر. ممكن يدخل مصر وممكن يبقى موجود في مصر مع التامين الصحي الشامل لما يبتدي ينتشر في مصر كلها على 2030 2035. هو اوريدي موجود في محافظات معينه زي بورسعيد، زي اسوان وخلافه. يعني في شبه شويتين من النظام الصحي الامريكي.
هو عامل ميكس كده غريب من كذا نظام صحي، بس يعني في نفحه منه. فانا حاليا بكلمك عن نظام صحي موجود بره مصر، انت تقدر تشتغل فيه وتشارك فيه، اوت سورس. اوت سورس يعني من مكانك هنا. فاللي هكلمك فيه ده كله هيبقى جديد عليك، فخد معايا الدنيا كده واحده واحده، وهديك البيزكس ونفهم مع بعض الموضوع. اول وظيفه في الهيلث كير المعقد ده، الهيلث كير اللي بتاعهم بره عادي، في دكتور وفي صيدلي وفي نيرس وفي كل الناس العاديه، ولكن عندهم حاجه اسمها هيلث كير انفو او انفورماتكس او هيلث كير انفورميشن، مجال جنب المجال الكلينيكال. وعايز اقول لك ان هو من المجالات القويه جدا، وبينمو في جروث اكبر من المجال الكلينيكال ذات نفسه، اللي هو الوظائف زي الميديكال سكرايب، الميديكال كودر، الميديكال بيلر، الناس اللي هي بتشتغل ان ذا شادوز، مش بيتعامل مع البيشنت، هو بيتعامل مع الهيلث ريكوردز بتاعت البيشنت، ميديكال ريكوردز بتاعت البيشنت، بيتعامل مع النوتس، بيتعامل مع الانشورنس، بلا بلا بلا. هفهمك كل القصه دي دلوقتي. فالمجال ده فيه فلوس، فيه فلوس، بيكبر بيكبر، في مستقبل طبعا. طب ما بسمعش عنه ليه في مصر؟ لان مفيش هيلث كير زي ده في مصر لسه. طب هيبقى فيه؟ هيبقى فيه. طب لما يبقى فيه، هل مهم ان انا يكون عندي خبره فيه؟ طبعا. انا برمي لك اساسات. اللي انت ليه مهم السيشن دي قوي، مهم السيشن دي قوي، ان انت في حاجه هتحصل في المستقبل في البلد دي، وهيبقوا محتاجين ليها بايونيرز، محتاجين ليها عمدان، محتاجين ليها ناس تقومها. فيا سلام لو انت اشتغلت في الموضوع ده سنتين ثلاثه اربعه، عرفته وفهمته، وعرفت الناس بره شغاله ازاي. فلما بلدك تفتح حاجه زي كده هنا، يبقى عندك اكسبيرينس من وانت لسه صغير، من وانا لسه صغير. فركز معايا في حاجه زي كده واعتبرها فرصه، وما تبقاش زي جدك لما كان في سنه 60، اما كان حته ارض في التجمع، ولا حته ارض مش عارف فين، المتر بجنيه، وقال يا ده غاليه قوي، هعمل بيها ايه دي؟ اعمل مستقبلك دلوقتي، ان انت طالما في فرصه في حاجه الريكويرمنتس بتاعتها مش صعبه مش كتيره زي ما هفهمك، ان انت تحط رجل فيها. لا، اعمل فرصه زي كده من دلوقتي، وهتفهم كمان شويه ان هي ممكن اصلا تبقى از بارت تايم جوب او سكندري جوب جنب شغلك الاساسي. فيلا بينا نبدا مع اول حاجه، وهي الميديكال سكرايب. اللي بيحصل في الهيلث كير سيستم الامريكي الحالي ظهر عيب كبير لما بداوا يخلوا كل حاجه اتجهت لناحيه الميكنه، زي ما بيقولوا عليها، بقت ميكنه، بقت ديجيتالايزد، بقت على الكمبيوتر. ظهر عيب كبير ان الدكتور بقى مشغول قوي في ان هو يدوكيمنت اللي بيحصل على السيستم، انه يكتب الحاجه اول باول عشان ما ينساش اخر اليوم، لان هم اجبروه خلاص ان كل حاجه تبقى سيستماتيك وتتكتب وتتكود وي وي وي. فبقى الدكتور مشغول قوي انه يعمل الموضوع ده زي ده. في بعض حتى المستشفيات الكبيره هنا في مصر زي السعوديه الالماني مثلا، انا رحت في طوارئ اكشف كان زوري وجعني، الدكتور نص القعده قاعد يكتب حاجه في الشاشه، ويروح سايب الكرسي وجاي يكشف عليا ومش عارف يرجع يكتب حاجه على الشاشه. ليه؟ لان هو مجبر ان هو يسجل، او ملزوم او ملزم ان هو يعمل الحاجات دي كلها عشان خاطر نظام شغله. فظهر رول جديد وهو الميديكال سكرايب. الميديكال سكرايب بيقول للدكتور من الاخر: خليك انت في الكشف بتاعك، اكشف انت يا سيدي على المريض، وانا هدوكيمنت كل حاجه بتحصل بالميديكال باك جراوند اللي عندي، فحتى مش محتاج تقول لي انت عملت ايه. ففي ميديكال سكرايب بيبقى مع الدكتور هناك، وده طبعا اجره اعلى ومصاريفه اعلى، لان هو موجود مع الدكتور، بيبقى واقف زي ما انت شايف كده. في ميديكال سكرايب ريموت. ريموت يعني ايه؟ يعني عن بعد. ده ممكن يبقى مع الدكتور على الكول وهو بيعمل الكشف بتاعه، او الدكتور بعد ما يخلص الكشف بتاعه بكل بساطه هيطلع موبايله فويس نوت ويبعت الميديكال سكرايب بوي كوميونيكيشن بينهم، وكل حاجه حصلت. والله انا شفت كذا، انا غيرت له الجرعه الفلانيه، ظهر عنده العرض الفلاني، ظهر عنده كذا. وظيفه الميديكال سكرايب يسمع او يقرا النوتس اللي بعتت له ويكستراكت منها الميديكال ريليفنت داتا، طلع منها اي حاجه ليها علاقه الميديكال. تمام؟ طيب الاوتبوت بيعمل ده ليه؟ هو بياخد ده علشان يبني ميديكال نوت، يبيلد ميديكال نوت. ميديكال نوت بقى بكل اركانها: السبجكتيف سيكشن، الاوبجكتيف سيكشن، اللابس والشيف كومبلين، بلا بلا بلا، الاسسمنت، ويعمل البلان، ويعمل الميديكال نوت اللي الدكتور كان هيعملها بالظبط. ليه؟ لان الميديكال سكرايب ده هيعمل ايه؟ هيشوف اللي حصل في الفيزيتس، هيشوف اي ابديتس حصل في الفيزيتس، وعنده اكسس يقدر يدخل على الميديكال ريكوردز بتاعت المريض، يشوف اللابس اللي اتعملت له، يشوف الفيتالز اللي اتعملت له، يشوف الادويه اللي اتكتبت له قبل كده، يشوف الاني اسسمنت اللي اتعمل له قبل كده، يشوف وقع ولا ما وقعش، بيدوخ ولا مش بيدوخ، رجع ولا ما رجعش، كل الحكايه دي، ويقدر يبني منها حدوته لذيذه هي الميديكال نوت. ان في اليوم الفلاني الدكتور كشف عليه وكتب له كذا كذا كذا، وادي الهيلث ريكورد بتاعه، وادي اللاب ريزلتس اللي اتعملت له، وادي الحاجات اللي الدكتور كان هيعملها اصلا، بس انت وفرت للدكتور وقت وانت اللي عملتها عشان انت عندك الميديكال باك جراوند، بلس ان الدكتور قال لك والله الابديتس الجديده 1 2 3. فده الاوتبوت. فالهدف من ايه؟ ان انا بوفر وقت للدكتور ان هو يمارس شغله كدكتور، ان هو انت سيبك من حكايه الدوكيومنتيشن دي، انا هدوكيمنت الموضوع مكانك. طيب واحد فيكم دلوقتي هيقول لي: طب يا عم ما ده شغلانه، ده سكرتير يعني، السكرتاريه دي. طب ما اي حد ممكن الدكتور يبعت له كلمتين على الواتساب ويقعد يكتبهم، ايه يعني القصه؟ لا يا لا، الموضوع مش سكرتاري. انت ليك انفير ادفانتج كراجل صيدلي. يعني ايه انفير ادفانتج؟ يعني تعالى نجيب صيدلي كده، وتعالى نجيب واحد خريج ثانويه عامه واخد احياء، اللي هو خريج كليه بدون ذكر اسامي كليات تانيه، ما خدش اللي انت خدته صيدله. هل الاثنين يقدروا يبقوا ميديكال سكرايب زي بعض؟ ممكن يشتغلوا زي بعض، هيطلعوا جوده زي بعض؟ لا. اقول لك ليه. اولا حضرتك لما الدكتور يبعت لك في النوت او في الفويس نوت ان هو خلى جرعه الليسينوبريل من 5 ل 10، الثاني هيروح يدور على جوجل ايه الليسينوبريل ده. واحد مش صيدلي هيروح يدور، عايز يعرف ايه الحاجات دي، يحطها تحت دايجنوزز ايه، يحطها فين بالظبط في الميديكال نوت اللي هو يعملها. طب لقيت كلمه ميتفورمين، ميتفورمين ده خلاص ما انا عارف انه بتاع الدايابيتس. الراجل اللي ما عندوش شهاده في الصيدله او اللي ما عندوش ميديكال باك جراوند هيتعب قوي، هيبقى بطيء قوي. بلس الميديكال ترمينولوجي، حضرتك عارف الفرق بين الكيو دي والكيو اي دي؟ ما تقولوا لي كده، فكروني ايه الفرق بين الكيو دي والكيو اي دي؟ بروجكتات. والله انت خد الدواء ده كيو دي، او خده كيو اي دي. يعني ايه بقى كيو دي وكيو اي دي؟ اخر مره قريتوها دي كانت في الاورينتيشن. 4 مرات انهي واحده؟ مرتين وثلاث مرات؟ لا، كل يوم 4 مرات، كل يوم كيو دي و4 مرات كيو اي دي. 100 100. فانت شفتها مش هتروح تدور عليها، الراجل التاني هيروح يدور عليها، بس في منكم هيروح يدورها، في منكم شكلهم هيروح يدورها. ايه القصد؟ ان حضرتك على درايه بالدرج، وحضرتك على درايه بالميديكال ترمينولوجي، فانت تقريبا قاطع 80% من الطريق انك تشتغل ميديكال سكرايب بكره. هيبقى ناقصك شويه حاجات هعرفك ايه هي. فبالتالي حضرتك اسرع.
ليه؟ لان انت مش هتروح تقف عشان تدور على حاجه. ومش بس اسرع، حضرتك الكواليتي اللي بتطلع من تحت ايدك احسن لان انت ادق. مش بس كده، ده انت حضرتك في الريسك مانجمنت اقوى واحسن، ده انت كمان هتسبوت شويه ايرورز ممكن ترجع بيها للدكتور وتقول له خلي بالك انا لقيت دراج انتر اكشن عند المريض ده. المريض ده لما دورت في الهيلث ريكورد بتاعه، في الهيستوري بتاعه، لقيته بياخد كلوفيدوجريل وانت حضرتك كاتب له اوميبرازول. ما ينفعش. ايه ده؟ بتحصل على ارض الواقع؟ ممكن تحصل. طب هو ايه يا دكاتره في اللي انا قلته ده؟ ليه ما ينفعش اوميبرازول مع الكلوفيدوجريل؟ فيها انتراكشن دي ولا حد يعرف يفكرني بالانتراكشن ده كان ايه؟ شكرا. ماشي، مظبوط، عظيم جدا، انتوا ناس محترمه. فكويس جدا ان انت حضرتك كراجل صيدلي هيكتب بس بصمجي الدكتور كاتب اوميبرازول هرجع وراه؟ لا، ما انت راجل ميديكال سكرايب بس بخلفيه صيدلانيه. فانت لقيت غلطه تقول له خلي بالك، خد بالك من دي. في مشكله مثلا تشخيص معين اتكتب لمريض بالغلط مثلا، على سبيل المثال من خلال شغلنا اتكتب مثلا فاجينال كانديديزز لبيشنت ميل. يعني في ضمن النوتس اللي مبعوثه كده، في ضمن النوتس هو الدكتور اخر اليوم مثلا او في نص اليوم بيبعت لك الحالات اللي هو شافها. في حاله منهم بلا 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 اسمه كذا كذا، الحاله دي ميل بلا 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 فاجينال كانديديزز. هو ينفع حاله ميل يبقى فاجينال كانديديزز؟ نوته زي دي، نوته زي دي ينفع تروح للانشورنس؟ الانشورنس يرفضها. ازاي بيشنت ميل وعنده فاجينال كانديديزز؟ ما ينفعش. فاذا حضرتك بخلفيه ميديكال هتقدر تكتشف مشاكل او غلطات وتقدر ترجعها للهيلث كير بروفايدر اللي انت بتتعامل معاه، تقول له خلي بالك في غلطه هنا، خد بالك في هنا مشكله. تمام. تعال نخش على، يبقى انت كراجل صيدلي من بكره تقدر تشتغل از ميديكال سكرايب عادي خالص. بتشتغل فين؟ ده البيت بتاعك حرفيا، بيقولوا عليه كده، يقول لك ايه انت لما حد بره المجال الطبي او بره المجال الصيدله او لو شاف الموضوع ده يتخض شويه، لكن انت عادي انت ممكن تبص على الموضوع قشطه. ده بيشنت انفورميشن، دي اللي هي الديموجرافيكس بتاعته، دي الفيتالز بتاعته، ده عنده حساسيه من ايه، الميديكيشن ليست هنا، اللاب ريزلت هنا، والكلينيكال نوت اللي انا بخش اكتبها هكتب الاتش بي اي واكتب تشيف كومبلينت بلا بلا بلا. فانت الموضوع بالنسبه لك فاميليار شويه لان احنا خدنا كلنا في السكاشن بتاعتنا ازاي نكتب اسسمنت بلان وازاي نكتب ميديكال نوت وازاي نكتب اتش بي اي، وشفنا الحاجات دي حتى لو شفناها مره مرتين في حياتنا، فالموضوع فاميليار بالنسبه لنا. انت الموضوع بالنسبه لك مش مختلف. ايه تاني كميديكال سكرايب هتعلمه او هشوفه؟ وده يهمني جدا افهمه لك، لان في لو دخلت على الاي اي مثلا وكتبت له ميديكال سكرايب بيقول لك رتوش كده سريعه. بس انا جايب لك ان ريل تايم او مواقف حقيقيه انت عشناها او احنا عشناها كلايف سكرايب او سوري كميديكال سكرايبس، اتعلمناها خلال الشغل خلال السنين اللي فاتت. طيب اولا انت حضرتك بيبقى عندك حاجه اسمها بيردز اي فيو، اللي هو عين الصقر، او انت بتبقى شايف الموضوع من فوق. ايه هو؟ ديفرنت كلينيكال كيسز والجايد لاينز. حضرتك لما بتشتغل في مصر هنا للاسف الشديد بتلاقي في غياب لتطبيق الجايد لاينز وغياب للتعامل الصحيح مع الكلينيكال كيسز المختلفه. على عكس اليو اس هيلث كير سيستم، هناك بيتعاملوا بالجايد لاينز والموضوع ستريكت جدا جدا جدا. فانت بتشوف تطبيق حقيقي وعملي الناس دي بتتعامل ازاي مع الديفرنت كلينيكال كيسز وبيطبقوها ازاي. حضرتك مثلا بتتعلم او بتشوف هو امتى البيشنت المفروض يروح للامرجنسي روم، يروح للطوارئ. والله وقع، ايه الحاجات اللي بتتشاف عشان نحدد هو محتاج يروح للطوارئ ولا لا؟ لان البيشنت ده مثلا في دار مسنين، الدكتور بتاعك بيتعامل مع مرضى موجودين في دور مسنين، فبتشوف شويه اسسمنت نوتس كده، والله الراجل ده وقع، طب احنا بصينا على ايه، طب احنا دخلناه عمل اشعاعات ايه، طب ده لازم يروح طوارئ. في الهايبرجلايسيميا امتى يروح الطوارئ وامتى بنتعامل معاه. او اي sudden symptoms deterioration، اي بهدله او اي اعراض بتظهر فيه وهو ماشي على حاجات معينه، بتعرف انت التعامل السليم امتى يروح الطوارئ وامتى بيتعاملوا معاه في الدار الرعايه او المكان اللي هو قاعد فيه. تبتدي تشوف الاكيوت سيمتومز مانجمنت، ازاي بيتعاملوا مع حاجه مثلا الديسيوريا او المشاكل اللي بتحصل مع الكاثيتر، القسطره وما الى ذلك، وبيتعاملوا ازاي معاها النيرسز. بتشوف الكلام ده فين بعينك، مش حكايه بعينك، بتشوفه مكتوب، بتشوف الحدث حصل امتى واتكتب له ايه واتسحب له عينات ايه والكلام ده كله. بتمونيتور الكريتيكال لاب ابنورماليتيز، بتشوف الهايبوكاليميا هايبركاليميا، بتشوف ولما بتظهر بيتعاملوا معاها ازاي وبيدوها ايه. بتراك الدراج سبيسيفيك لابس، لو المريض ده ماشي مثلا على انتي بايوتيك معين او حاجه زي الفانكومايسين. الفانكومايسين زي ما درسنا في الكليه من الادويه اللي ايه، اللي ليها نارو ثيرابيوتيك اندكس، او بنحتاج نعمل مونيتورنج للليفلز بتاعته عشان نعمل لها ثيرابيوتيك مونيتورنج. فبتلاقي بيشنت ماشي على فانكومايسين تلاقيه بيتسحب له عينات عشان يشوف الفانكومايسين تراف ليفلز عنده عشان نشوف الدوزز تبقى افكتيف معاه ولا لا. يعني مثلا على سبيل المثال، والله انت كراجل ميديكال سكرايب المفروض التراف ليفل بتاع الفانكومايسين يبقى رقم معين، ما يزيدش عن كده عشان ندي الجرعه اللي بعدها. ليه؟ لان البيشنت ده مثلا عنده رينال ديزيز، الفانكومايسين بيتراكم في دمه، مش بيخرج كويس زي المريض الطبيعي، فلازم نمونيتور التراف ليفل، يعني اقل ليفل بيبقى عنده الفانكومايسين. لو تحت الرقم هنديله الجرعه، لو فوق الرقم ما نديلوش الجرعه. فانت كراجل ميديكال سكرايب ممكن تلفت نظر الهيلث كير بروفايدر، خلي بالك احنا الجرعه الجايه من الفانكومايسين مش هينفع نديها عشان التراف ليفل بتاعه اخر سحبه للدواء بتاعته اللي هي معموله الصبح او معموله امبارح كان الرقم فوق التراف، فما ينفعش نديله الجرعه الجايه. فانت بتتعلم وبتمارس الحاجات اللي انت بتذاكرها اللي مش واخد فرصه تمارسها هنا في كتير من الاماكن. والله انا صعب اشتغل كلينيكال، او لو اشتغلت كلينيكال بشتغل في مستشفى نص كم، مش مستشفى مظبوطه بتطبق كل الحاجات لا انت بتقدر تمارس ده او تشوف الناس وهي بتمارسه وتتابعه كل يوم. بتشوف البلاد بريشر ترندز، بتشوف والله البيشنت ده قراءات الضغط بتاعته على مدار الايام اللي فاتت قبل الدواء وقبل ما بعد ما زودنا الجرعه حصل ايه وبعد ما قللنا الجرعه حصل ايه. بتشوف الكلام ده كله. بتسبورت الدكتور في تحديد جرعات الانسولين او تعديل جرعات الانسولين بيزد على قراءات الجلوكوز بتاعه المريض.
ليه واحد ماشي على انسولين جديد، فانت بتشوف بقى البلان من اولها، بتقعد انت بقى تركز مع المريض ده، انت بتعمل له نوته كل 3 4 ايام، ما انت راجل ميديكال سكرايب، انت اللي بتدوكيمنت الشغل، فانت تتابع المريض ده، والله عايز اشوف الانسولين هيتعدل له ولا مش هيتعدل له، وهتابع الاسبوع اللي فات حصل له ايه، وهكذا. بتشوف الليبيد بانل، قرايات الهايبر ليبيديميا، وبتشوف بيختاروا الاستاتين وهيدوا له 40 ولا هيدوا له 80 ولا هيدوا له كذا بناء على ايه. بتشوف الكرونيك كونديشنز عند كبار السن في اليو اس منتشره ازاي، ايه الامراض المنتشره عندهم، ايه الحاجات اللي بتيجي للناس كتير من هناك، ايه الحاجات اللي بتجي لهم بسبب الادويه، والله منتشر عندهم الكونستيبيشن، منتشر عندهم الجرد، بلا بلا بلا. فبيبقى عندك بيرد اي فيو، اللي هو رؤيه توب اوفر فيو على حاجات مش عندك هنا، او مش بيجي لك الفرصه انك تمارسها او تشوفها في شغلك الحالي. اللي عاوز يسال يا شباب في حاجه يرفع ايديه. هل ده بس اللي بتعلمه؟ لا، مش ده بس اللي بتعلمه، ده الحته الكلينيكال، ده الحته اللي ممكن تهم ناس كتير منكم، او ده اللي انت هتستفيده. طب انا هستفيد ايه تاني؟ هتستفيد ان حضرتك بياخد الانجليش بتاعك في حته تانيه. رقم واحد، هو انا يا دكتور مستوى الانجليش بتاعي عشان ابدا في حاجه زي كده محتاج يبقى قد ايه؟ بص، ده من ضمن الاوبستكلز بتاعه الموضوع. انت عشان تدخل مجال الميديكال سكرايبنج، انا زي ما بفهم حضرتك انت بتشتغل مع يو اس هيلث كير بروفايدر، دكتور امريكي، فالراجل عايز واحد يفهمه ويفهم، يعرفوا يتعاملوا مع بعض. فانك تعرف تكومينيكيت وتتواصل، ده في الليفلات الانجليش ده اسمه ايه؟ اسمه بي 2. انك تعرف تكومينيكيت حد نيتيف او حد امريكي، ده اسمه بي 2. فالبي 2 ليفل هو المينيمم ريكويرمنت عشان تدخل الموضوع ده، ما ينفعش اقل من كده، اقل من كده مش تبقى شاطر وفرصك ضعيفه. طيب يعني ايه هيليفيت الميديكال انجلش بتاعي؟ انت حضرتك مستواك في الانجلش بيزيد. انا اول ما دخلت الشركه، اول ما دخلت المجال، ما كانش الانجلش بتاعي زي دلوقتي. لا، انا دلوقتي الانجلش بتاعي زاد مع الوقت. ليه؟ بقيت اتعامل واتكلم واخش فيديو كولز واخش فويس كولز واتكلم مع ناس نيتيف كل يوم، فرصه مش متاحه لك في اي حته ثانيه. فزي ما بقول لك بياخد الانجلش بتاعك في حته ثانيه، تمام؟ زي مين؟ زي الجيار. المهم، تاني حاجه، يليفيت يور كمبيوتر سكيلز. انت بتتعامل مع سيستمز جديده، حاجات جديده، بتتعامل مع برامج الاوفيس، الاكسل وما الى ذلك، بتتعامل مع اي تولز كتير خلال اليوم، لانك بتتعامل بقى مع دوكيومنتس كبيره وحاجات كتيره، فتحتاج اللي يلخص لك وتحتاج اللي تبص فيه وتراجع وراه وبلا بلا بلا. فانت الكمبيوتر سكيلز بتاعتك بتزيد. فكره الوركينج فروم هوم، انت في الميديكال سكرايبنج حضرتك شغال من بيتك، شغال مع الكرسي اللي انا قاعد عليه ده، انت مش بتروح تصرف مواصلات، مش بتروح تقف على رجليك، مش بتروح في كذا، مش بتروح في كذا. الشركات اللي انا اكلمك عليها انت ممكن تشتغل لك شهرين ثلاثه في الاول عقبال ما تروح وركينج فروم هوم، بس بعد شهرين ثلاثه بتشتغل من البيت، راجل بتستلم لابك، بتقعد في بيتك تشتغل من البيت كل يوم. فلكسبيليتي، لان اصلا انت يعني انت هو في امريكا وانت في مصر، فانت حرفيا ريموتلي انت شغال من بيتك، مفيش اي مشكله خالص. فدي ميزه رهيبه جدا في الشغلانه الميديكال سكرايب. مفيش بقى الفيزيكال والمنتال سترين اللي انا كنت بكلمك عليه في اول المحاضره، فكره ان انا واقف على رجلي طول اليوم، بتخانق مع الناس، بجادل مع الناس، زعيق وخناقات في الاستقبال، مش عارف ايه، مفيش الكلام ده كله. راجل لو من هواة او انت انتروفيرت شويه، من هواة ان انت منك لورقتك وقلمك، منك للكمبيوتر بتاعك، فدي حاجه مميزه جدا 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 هتاخدها من الرول بتاع الميديكال سكرايب. بتلاقي الكي بي اي اتشيفمنت بتاعك، تحقيقك للتارجتس والارقام، ما هو انت هيبقى في تفرقه بينك وبين زمايلك اللي شغالين. انا بعمل 20 ميديكال نوت في اليوم، زميلي بيعمل 15، زميلي بيعمل 14. في المجال ده بتلاقي الاختلافات اللي بينكم دي خليك تبيتر باي، تاخد كي بي ايز اعلى، تاخد فلوس اكتر، تاخد بونصات. وفي كمان اللذيذ جدا في المجال بتاع ميديكال سكرايبنج، ان هو فاست تراك قوي للبروموشنز. يعني انا راجل في الشركه بقالي سنتين وجت بروموتد مرتين، على عكس المجالات الكلاسيك، على عكس المجالات الحكوميه، الترقيات فيها بعدد السنين اللي انت بتقضيها، مش بكفاءتك، مش بالبوتنشالز اللي انت بتظهرها. لا، ده انت في فاست باث، فاست تراك انك تترقى، انك تخش في الحته المانجيريال، ان انت تكبر. والله دلوقتي انا بدات از ميديكال سكرايب، بعد حبه ممكن امسك تيم ليدر، حبه امسك اكونت مانجر، حبه اخش في الميدل مانجمنت، حبه تقعد تكبر. لو انت عندك بوتنشال انك تكبر وانت شاطر وبتشوف بوتنشال وبتحقق تارجتس وعندك الليدرشيب سكيلز والكلام ده كله. القصه اللطيفه اللي انا بحكيها لك دي كلها، دي الجيمز بتاعتك، دي الحاجات اللي ممكن تكتسبها من الميديكال سكرايب. وانا ممكن اشتغل ازاي كميديكال سكرايب؟ ايه السيناريوهات المختلفه عشان اشتغل از ميديكال سكرايب؟ وبقارنها لك بالشغلانه الكلاسيكيه اللي هو الوقوف في الصيدليه. تعال نتكلم على الوقوف في الصيدليه لغايه دلوقتي، واشوف انا معلوماتي فريش ولا معلوماتي مش فريش. الوقوف في الصيدليه في مصر حاليا، حضرتك بتتكلم رينج المرتبات الشهريه من 6000 ل 10000. حسبتها ازاي؟ حسبتها على سعر ساعه، يعني ما بين ال 800 جنيه و 1200 جنيه. انا عارف ان في ارقام اقل من كده، ان في ارقام اقل من كده ستيل، وفي ارقام للاسف الشديد لسه بنتكلم في 500 وفي 400 وارقام غريبه كده. لكن سعر الساعه حاليا في القاهره بنتكلم في الرينج اللي هو ما بين 800 ل 1200. المعلومات اللي انا بقولها دي مظبوطه، ولا وانا بقول عالي، ولا انا بقول قليل، ولا انا بقول ايه؟ اتمنى بس ما تكونوش بتشتموا ولا. لا لا، بيأكدوا كلام حضرتك بلايك بس. عالي؟ طيب بس ممكن اعلى بحاجه بسيطه. ماشي، انا بتكلم على القاهره، انا عارف ان هو في مناطق تانية الدنيا فيها بايظه، انا عارف، بس يعني ايه، انا بضرب لك باعلى حاجه، او يعني الاباف افريج، عشان خاطر اقارن لك. ماشي، اوكي. اوكي، انا قارنت ما بين 800 ل 1200 في الساعه، ده في مجال الكوميونتي فارماسي. طيب الميديكال سكرايب لو هتشتغل مع اوت سورس كومباني زي انوفيتيف، انت شغال مع شركه، في شركه وسيطه. يعني ايه؟ في دكتور بره مصر عايز ميديكال سكرايب، في شركه هتبقى وسيطه بينكم،
هتبقى ما بين الدكتور وبينك. انت راجل بتمضي عقد مع الشركه دي، بتشتغل معاها، ليك ايام اجازات، ليك تامين صحي واجتماعي، وي 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 ومرتب ثابت شهري بالمصري. في سيناريو تاني انك تشتغل از فريلانس. فريلانس منك للدكتور بقى، دور عليه في لينكد ان بقى ومواقع، منك له، وتتفق معاه وتقبض منك له. ده المتوسط بتاعه، عشان خاطر انت هتبقى فريلانس فهتبقى سعرك ارخص، فيبقى $10 في الساعه. واحد فيكم دلوقتي يمسك الكالكوليتور، لو اشتغلت 8 ساعات في اليوم، 22 في الشهر، 80,000 جنيه يا نهار أبيض. المهم، مقارنه ما بين شغلك كميديكال سكرايب از فريلانس وبين شغلك كميديكال سكرايب مع شركه. ايه اللي يحصل؟ اولا، ميديكال سكرايب از فريلانس من داي 1 مش هيجي لك شغل، ولا هتعرف تعمل حاجه، انك ما عندكش خبره في المجال ولا تفهم فيه، ولا عارف اصلا الاي اتش ار او الالكترونيك هيلث ريكوردز، او الاي ام ار اللي هو الالكترونيك ميديكال ريكورد، البرنامج اللي الدكتور شغال عليه انت مش عارف اصلا شغال ازاي، عمرك ما اتعاملت معاه قبل كده. على عكس لما تشتغل في كومباني بتوفر لك تريننج، شغال تحت المظله دي. الحاجه التانيه، انت كراجل شغال منك للدكتور، الدكتور اجازه النهارده، انت مش شغال. الدكتور قرر ما يشتغلش معاك، قرر يشتغل مع حد تاني سعره احسن، انت مش شغال. الدكتور لقى الكواليتي بتاعتك مش عاجباه، انت مش شغال. فاذا الفريلانس هي مش حاجه ستيبل، زي ما قلت لك كده الريسك فيها عالي. فريلانس محتاج انك تكون عندك خبره كبيره، محتاج الانجليش ليفل بتاعك يبقى عالي جدا، محتاج يبقى في ثقه اصلا بينك وبين اللي انت هتشتغل معاه ده، لان انت ممكن تشتغل له وما يبعتلكش فلوس. ال $10 دول مش بيجوا لك $10، لو هيبقى باي بال ولا هيبقى ويسترن يونيون بياخدوا نسبه على التحويل توصل 20% كمان. فالفريلانس مش سوق سهل، عشان خاطر ما تبقاش انا بجيبك على ارض الواقع معاه. الفريلانس مش سوق سهل على الاطلاق، ودايما بينافسك فيه بقى ناس كتير جدا بيرخصوا السعر بغباء، الهنود، الباكستانيين، بيشتغلوا ببلاش، دول بيشتغلوا ببلاش حرفيا، تلاقيه واكل منك السوق وساحب منك السوق كله. فالفريلانس موجود لكن صعب، صعب جدا. والبروفايدرز او الهيلث كير بروفايدرز يميل الى التعامل مع ايجنسي، يروح لشركه احسن. ليه يروح لشركه؟ ضامن، ضامن ان شغله بيتم في المواعيد، ضامن ان شغله بيتعمل بكواليتي. ليه؟ لان الشركه بتراقب الكواليتي. لو انت ضعيف بحسن لك الكواليتي بتاعتك. والله الانجليش بتاعك اضعف من غيرك، فخلاص هشغلك مع بروفايدر يكون مش امريكي قوي، يكون هندي مثلا، فكده كده مش فارق معاه الانجليزي، انتوا الاثنين الانجليزي بتاعكم ضايع. الشركه بتعرف تنظم الدنيا، يبقى عندها ناس اقوياء في الانجليش وناس ضعيفه شويتين، ناس ضعيفه اكتر، فيقدر الشركه تنظم الدنيا اكوردنج للكفاءات اللي عندها. فتلاقي الهيلث كير بروفايدر يميل الى الاستابيليتي، انا عايز يبقى في بيني وبين حد كونتراكت، انا بديله النوتس بتاعتي عارف ان هي بتتسلم لي في اخر اليوم. الهيلث كير بروفايدر يحب كده. لكن يجي يشتغل مع حضرتك انت مثلا ما سلمتوش اخر اليوم، يعرف يحاسبك؟ ما يعرفش يحاسبك، تبقى انت ضيعت له وقتك على الفاضي. طب وعلى العكس، ممكن انت تشتغل له وما يدفعلكش، تعرف تحاسبه ما تعرفش تحاسبه. فسوق الفريلانس فيه مشاكل كتير، من ضمنها المشاكل دي. لكن لما بتظبط بتظبط. سوق الفريلانس لما بتظبط معاك حلو قوي، تحصل او ما تحصلش مفيش ضمانات. الميدل جراوند اللي في النص، اللي هو الشغل مع شركه وسيطه، شركه زي انوفيتيف لما بكلمك فيها كده، انت راجل بتمضي عقد مع الشركه، بتقبض بالمصري، بيبقى ليك اجازاتك الرسميه، ليك يومين اجازه في الاسبوع، كل حقوقك كراجل موظف في مكتب العمل اللي بتكفلها لك قانون العمل المصري. على عكس مثلا الشغل الصيدليه فرديه، انت مالكش اجازات، انت ليك اجازه واحده بس في الاسبوع، تاخدها او ما تاخدهاش، تبقى غالبا ممكن عليك اساسا. او في الاجازات الرسميه يقول لك بنقسمها على بعض، مش شرط تاخدها اجازات. ايه الاعياد مش عارف ايه، مش شرط تاخدها اجازه. ما تلاقيش ده غير فين؟ في حاجات زي العزبي او الانشورنس. فكر الشركات عليها عكس شغلك كفريلانس. زي ما قلت لك كده، فكره ان انت البروفايدر النهارده اجازه مأجز، الشركه بتشغلك مع بروفايدر غيره على طول. البروفايدر ده النهارده مأجز، انت مش بتيجي شغل تقعد تشرب شاي، هتشتغل عادي مع بروفايدر غيره. ليه؟ لان انت شغال مع ايجنسي دي عامله علاقات كتيره مع بروفايدرز كتير بره، وعندها شغل دايما موجود، وعامله شركه هنا فيها موظفين كتير، ميديكال سكرايبز كتير، فهي دايما تقدر توفق الاثنين مع بعض وتشغل الاثنين مع بعض. فده السيناريوز اللي انت تقدر تشتغل فيها از ميديكال سكرايب. طيب ايه الريكوايرمنتس؟ اجابه على سؤال علي، حضرتك لازم يبقى عندك الانجليش ليفل زي ما قلت لك اتليست بي 2، تكون قادر على الكوميونيكيشن،
تقدر تتكلم وتتفهم وتفهم، تفهم وتتفهم. لازم حضرتك يبقى عندك ميديكال باك جراوند، اتليست تبقى انت راجل في الامتياز اتليست يعني، والخريج طبعا ده البريفيربل. بيفضل ان انت تبقى مثلا مخلص جيشك، ما وراكش التزامات وحبه وتروح ماشي. هو فول تايم جوب، انت بتشتغل فول تايم. لو هتعمل حاجه الصبح مثلا، او ليه بقول لك الصبح؟ لان انت بتشتغل على اليو اس تايم زون، المواعيد بتاعت امريكا. مواعيد امريكا امتى؟ 8 الصبح عندهم دي يعني 4 العصر عندك، فانت بتشتغل شيفت من 4 بالليل لواحده بالليل مثلا، 4 العصر لواحده بالليل. فانت لو هتعمل حاجه الصبح لازم الحاجه دي ما تكونش بتتعارض مع الوقت ده عشان الشركه توافق وتشتغل معاك. ايه المتطلبات؟ المتطلبات يبقى عندك ميديكال باك جراوند كويسه، ودي بيشوفوها على امتحان، بتمتحن ميديكال تيست وانت داخل الشركه. والله الميديكال تيست بتاعك السكور بتاعك فيه كام؟ تعمل حاجه اسمها تايبنج سبيد تيست، تقعد تكتب باراجراف كده معين على الكمبيوتر، يشوف سرعه الكتابه بتاعتك على الكمبيوتر قد ايه. بيشوف الانجليش بتاعك قد ايه في انترفيو، كذا لير من الانترفيو، بيبقى اتش ار بيبقى انترفيو مع الاتش ار الاول، بعد كده انترفيو مع السينيور بتاع الاتش ار او الاوبريشن مانجر. وبتتقيم في الثلاث جوانب اللي قلت لك عليهم دول: تايبنج سبيد، الميديكال نوليدج بتاعتك، والانجليش طبعا. بس كده يا شباب، انا كده اكون خلصت كلام عن المجالات بتاعه الهيلث كير انفورميشن.